بعيدة تماما، ركلة مرمى. انتهى الوقت الأصلي، الوقت المضاف، أو باقي نصف دقيقة. 3 دقائق، 3 دقائق صعبة، 3 دقائق صعبة بكل تأكيد. وهذه كرة طويلة. وبالنسبة لمباراة الهلال والجيش انتهت الآن في الرياض 1-1، وبالتالي الهلال السعودي يتأهل والجيش السوري يخرج. نقول مبروك للهلال، حظ طيب للجيش. مباراة كانت مثيرة بالفعل. هذه محاولة من اليمين عن طريق اللاعب فوزي. فوزي ممسوك تماما من قصي، وكرة تتحول إلى رمي التماس. رمي التماس طويلة، وصافرة من الحكم على ما يبدو. يحتسب فاول، الحكم يحتسب فاول على فريق النصر العماني. وعلى الأرض اللاعب حاتم، سلامات لحاتم. إذا باقي هذه الدقائق الصعبة. 4-1 تؤهل الفيصلي، ولكن لو 4-2 تقصي الفيصلي من يدري. وجماهير الفيصلي تبدأ تهتف من الآن طبعا، على أساس أن الفيصلي اقترب من تحقيق مهمته الصعبة بالفعل بعودة رائعة. خسر الذهاب 2-0، ولكن ها هو يتقدم 4-1 ويقترب جدا جدا من التأهل. جماهير الفيصلي سعيدة، لكن بطاقة التأهل حتى الآن لم تتأكد، لأن المباراة لم تنتهي. وكما قلنا النصر لو يسجل هدف 4-2 هذا بكل تأكيد يجعل النصر هو المتأهل. لكن من يدري، من يدري. الجماهير سعيدة، هذا من حقها. جماهير الفيصل يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة. إذن الهلال السعودي تأهل بهدف سجله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. تخيلوا، كان مغلوب 1-0 ولكنه وصل إلى التعادل. وهذه المباراة نلعب في وقتها بدل الضائع. الإثارة كبيرة، لاحظوا إثارة في الرياض، إثارة في جدة. وحقيقة النتيجة التي تؤول إليها مباراة جدة على ما يبدو يعني لم تصلني بعد، لكن مباراة منقولة على قناة الأبطال الثانية. بينما نحن نتابع معكم مباراة الفيصلي والنصر على قناة TRT الرياضية. النصر يبقى يتابع مهمته. مقطوعة الكرة وخطأ للنصر، خطأ للنصر. ودفاع الفيصلي يلعب حقيقة بطريقة كلها تحفظ. وهذا طبعا الشيخ سلطان العدوان، شخصية رياضية معروفة، لاعب أردني مشهور في الستينات، وأيضا هو رئيس النادي الفيصلي منذ فترة زمنية طويلة جدا. ركلة حرة عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء، وداخل يقطع الكرة، يقطعها بتوقيت ممتاز. طبعا في المنصة أيضا شاهدنا السيد نضال الحديدي، اللي هو طبعا نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اللي دائما طبعا يحرص على متابعة كافة الفرق الأردنية، وهو أيضا بالمناسبة أمين العاصمة عمان. رمي التماس لفريق النصر، والكل ينتظر صافرة النهاية اللي لم يطلقها بعد حكم المباراة العماني. مجدي شعبان يبدو انه حيلعب رمي التماس طويلة. مجدي يحاول ان يلعب رمي التماس طويلة، يلعبها مجدي طويلة بالفعل، خطيرة 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 خطيرة. كرة عند هيثم، هيثم الخطير، هيثم الأخطر يمكن من الفريق العماني. هيثم يحاول كرة ويكسب ركنية، ركنية ركنية ركنية. هذه هي كرة الأمل الأخير للفريق العماني، هذه هي كرة الأمل الأخير للفريق العماني. محمد جمعان ينفذها، الكل ينتظر، الكل بفريق الفيصل يخشى هدف صاعق، هدف سيقول للنصر تأهل وللفيصلي يخرج، إلا إذا الفيصلي طبعا منع هذه الكرة وبقيت النتيجة عند 4-1. مقطوع الكرة والصافرة تنطلق أعزائي المشاهدين، الصافرة تنطلق ويتأهل الفيصل الأردني
فرحة غير عادية في مدرجات استاد عمان الدولي. مبروك للفيصل الأردني بطاقة التأهل، هارد لك للنصر العماني. حقيقة مباراة كبيرة، مباراة كبيرة مثلما كانت مباراة الذهاب كبيرة، والفرحة الفيصلوية كبيرة كبيرة هنا. 4-1 بعد خسارة 2-0. بكل تأكيد فريق الفيصلي أثبت كم هو فريق كبير في مباراة اليوم بعد خسارة 2-0. هو يسجل 4 أهداف طبعا استهلها حسونة